حمد و سنا و سپاس و ستایشی بێ پایان بەخوای پەروەردگاری جیهان، درود و سلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێن کەوتوانیان تا کۆتا زەمان. ڕێزداران، برا عەزیزەکانم، لە پرۆگرامی زاد بابەتی عەقیدە، طبعا قۆناغی یەکەم بابەتی عەقیدە، گەیشتونەتە لاپەڕی 25 أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة، بنشينەکانی أهل السنة و أهل السنة لا إثبات كردني مسائل كان عقيدة. بله ما مسسوران بيخنو. أهل السنة لهم أصول في إثبات مسائل العقيدة يتميزون بها عن أهل البدع والضلال، وهي على النحو الآتي: أهل السنة هندي ابن معين هي وإثبات كردني مسائل عقيدة جاء نكاته ولا أهل بدع وقمراي. بله كبريتين لمانا. أولا الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الكتاب والسنة، بخلاف أهل البدع والضلال الذين يؤمنون ببعض النصوص ويردون البعض الآخر بسبب الجهل والهوى. بله باورهنان وتسليم بون وبقوردانان النصوص كانوا دقكان قرآن والسنة ببيتشاني أهل بدعة أواني ك باورن بهنديك دقها وباورن بهنديك دقترنية أيش بهوي نفامي وجهل هوا أرزو كان يعني وبراستي. والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها بلقم على السلام الزورة قوله تعالى فرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة أحزاب آياتي 36 بو هیچ مسلمانێک نییە لە ژنان و لە پیاوانیش ئەگەر خوا و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بڕیارێکیاندا ئەوان سەرپش بنتیایە بڵێن وەڵا برا بە قسەی بکەین یا بە قسەی نەکەین، بە هیچ شێوەیە بۆ ئیماندار ئەمە نییە. و هەر کەسێک سەرپێچی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەرەکەی بکات صلی الله عليه وسلم بەڕاستی بە گومڕابوونێکی ئاشکرا گومڕابووە. بله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. گفتاری ایمانداران ئەگەر بانگ بکرێن بۆ لای خوا و پێغەمبەری خوا، گفتاری ایمانداران چییە؟ قسەی ایمانداران چییە؟ بوتێ خوا و پێغەمبەری خوا وا ئەفەرمێ بۆ ئەوەی حکم بکرێ لە نێوانیانە. یعنی مؤمن و ئیمانداری ڕاستەقینە لە کاتێ بانگ بکرێ بۆ لای خوا و پێغەمبەری خوا بوتێ با خوا و پێغەمبەری خوا حکمت بکەن، ئەم ئەڵێ چی؟ قسەی ئەم چییە؟ ئەڵێ سەمعنا وەئەطعنا، ئەڵێ گوێڕایەڵین، بیستمان و گوێڕایەڵ ئەبین. بەڕاستی ئەوانە سەرفرازن. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. حجرات آياتي يك أيو كساني كباورتان هناوا بيشي خوا و پێغەمبەری خوا مەکەون، لە خوا بترسن و خۆتان لە نافەرمانەکانی بپارێزن، بەڕاستی خوای تعالی هەم بیسەرە و هەم زانایە. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نخير بپروردگاری تو أي پێغەمبەری خوا ئیمانیان تەواو نییە هەتا تۆ نەکەنە حەکەم و داوەر لە نێوانیانە لە هەر کار و کێشەیەکە کە لە نێوانیان ڕۆدا تۆ نەکەن بە داوەر، ئیمانیان تەواو نییە، باوەڕیان تەواو نییە تا تۆ نەکەنە داوەر لە نێوانیانە لە هەموو کێشەیەکە لە نێوانیانە ڕۆدا. پاشان لە ناخی دڵیشانەوە حەرەج و دوودڵی و ناڕازی بوون دەرنەبڕن لە ناخی دڵیشەوە لەوەی کە تۆ بڕیاری لەسەردەی و تەسلیمێکی تەواو ببن بۆ فەرمانەکانی تۆ. ثانيا جمع النصوص الواردة في الباب الواحد وإعمالها جميعا وفق المنهجية الصحيحة، بخلاف أهل البدع والضلال الذين يتخذون منهجا مخالفا لذلك فيعتمدون على نص واحد أو أكثر دون بقية النصوص الواردة في الباب، ثم يجعلونه معارضا للأصول الأخرى فيتبعون بذلك ما تشابه به منه. بەڵێ یەکێکی تر لە بنەماکانی ئەهلی سونە و جەماعەت ئەوەیە کە
هەموو دقەکانی قورآن و سنت کە هاتووە لەبارەی بابەتێکەوە هەمووی کۆکەنەوە عمل بە هەمووی ئەکەن طبعا بە پێی منهجیەتێک کە لەو وارەوە عولەماکان دایانناوە بە پێچەوانەی ئەهلی بیدع و ضەلال زۆر جار یەک ئاەت وەرەگرن لەبارەی مەسەلەیەکەوە ئیتر ناڕۆن سەیری شوێنەکان تر پەمزان خوات لە شوێنی ترا چی فەرمووە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم چی فەرمووە یەکسەر بەوە بڕیارە دەن جا ئەوە تووشی هەڵەی گەورەیانەکە بەڕاستی خەڵکێکی زۆر بەو شێوە گومڕا بووە لەوانەی کەوا ئێستا لەسەر منهجی لارین هۆکاری ئەوەیە کە جاری وایە حەدیثێکە بە ئیتر بیر لەوە ناکاتەوە حەدیثی تر هەیە لەو بارەوەیان نییە ئاەت هەیە لەو بارەوەیان نییە جا ئەمەش نەکبەتیە بەڕاستی و ئەکەوێتە بەرەوەی کە خوای تەعالی فەرمێ فيتبعون ما تشابه منه يعني بەری ئەوە ئەکەوێت شوێنی ئەو شتە ئەکەون کە جێ ئەبێتە جێ گومان و جێ دڵە ڕاوکێ بەڕاستی الزيغ في القلب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم لو حديثا ئاگادار مانەکەتەوە ئێمە ئەو غەڵەتە نەکەین ئەفەرمێ مهلا يا قوم يعني ئاگاتان لێبێ أي قوم يعني وریابن بهذا أهلكت الأمم من قبلكم يعني أمتەکانی پێش ئێوە بەهۆی ئەوە تیاچوون اختلافیان ئەکرد لەسەر پێغەمبەرەکانیان هەندێک لە ئاەتەکانی هەندێک لە کتوبەکانیان ئەدا بەقەی هەندێکی ترە يعني دژی یەکتری بەکاریان هێنا قورآن بۆ ئەوەدا نەبەزێنراوە هەندێکی تری بە درۆ بخاتەوە بەڵکو قورآن هەمووی بە ڕاستخەرەوەی یەکتریە ئەم ئاەتانە ئەوە بە ڕاستەخاتەوە هەر کاتێک لە مەسئلەیەکە شارەزاییتان هەبوو بە جوانی ئەوە عملی پێ بکەن بەڵام لە هەر بابەتێکا کە خلافتان بۆ دروست بوو نەتانەزانی ئەم ئاەتە دژ بە ئەم ئاەتەیە یان ئەم حەدیثە دژ بە ئەو ئاەتەیان ئەو ئاەتە دژ بە ئەو حەدیثەیە ئەگەر حاڵەتێکی لەو شێوە ڕوویدا ئەوە دیارە ئێوە نازانن بیگەڕێنەوە بەلای کەسێک کە زانابێ لەو بارەوە. ثالثا الاعتصام بالكتاب والسنة، فهما الهدى والنور على نقيض منهج أهل والبدع والضلال الذين يعتمدون على غير الوحي، كما هو الحال مثلا عند الصوفية الذين يعدون أقوال مشايخهم ومناماتهم مصدرا للتشريع ودليلا من أدلة الدين، والأدلة على هذا الأصل كثيرة. طبعا هو أهل البدع وكو الزيادة الله دزقرتن بقرآن والسنة فهما الهدى والنور يعني براسي قرآن هداية نور عكس منهج أهل ضلال أهل بدع كأوان اعتماد عن لسر غير وحيه يسأل موكو أهل السنة اعتمادك نسر وحي والله خلقاني كتير اعتمادك نسر شتيتر يعني بون من الشيعة اعتمادك تسر إمام كان كخوان دانا ومعصوم يزانا صوفي بون من هندي كان لتندر وكان يعني براسي قصي شيخ كان للايان وكو آيات وحديث وايه هنيك لأتباع مذاهبي فقهي يعني وانك زور بتندي شوني إمامي أبو حنيفة كوتم يا شوني شافعي يعني لا ينقصي أوان وبرتلها لقرآن والسنة يعني حتى هيك كانوا تيتي الله أجر هر آياتك يعني هر حديثك مخالفي قولي إمامه كمان به يا أجر حديث بالرد كأنه معناه ضعيفة أجر ردش نكريتوا أو إلا أبي يعني بزعين سطلة صحيح أو مجال رد كرنويني وكو آيات يعني وكو حديثي متواتر أو إلا معناه يترق يعني شو كنا ناكري إمامه كمان غلط يكرده ما معصوم يا يعني معناه قصي إمامك وبرتله وابنا مامده ولا جاء أما لسر أما بلغ منزورك أم أصلا كإما لسرين تواوا نكي أوان. والأدلة على هذا الأصل كثير منها. أولا قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: يهدي به الله أي بالقرآن العظيم. بله يهدي به الله يعني بم قرآنه خوي تعالى هدايتي كذا هدايتي أواني كوا بدور رزامندي خوي تعالى أقرن هدايتي أنا دا برقا كاني آشتي ولا قمرأي لتاريخي قمرأي دا لأنكا بورناكي إسلام
بإذن خوي و يعني خات سر راستك بله يعني ليلى أولي يهدي به الله يعني خوا هداية إنسان كان يعني الرجاء قصدي قرآنه يعني بم قرآن يعني وكبلي الرجاء راستك أو كمجالي لاريت يعني بله. قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بله أو آياتي بيشوتر هل سورة مائدة أمش هل سورة مائدة يعني خوي تعالى فرمي أمرو دين بو تواو كردن ونعمتي خوم بسرا رشتن ورازيبهم كإسلام دين تان به يعني قرآن والسنة يعني المجال يعني دين كاملة بله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بله إما قرآن من بسرت هذا بزان أي محمد صلى الله عليه وسلم كتشيبه تبيانا لكل شيء حموش يكرون كاتوه وهداية به ورحمة بزي خوي تعالى به ومجد به المسلمان يعني القرآن تفاصيل يا مشتكي تبيان يا مشتكي تاعي طبعا برون كردنا وكاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم. بله. عن يزيد بن الأرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. بله زيد كري أرقام أفرمي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أما بعد باشان ألا أيها الناس خلقنا إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب من بشريكم لواني رسولي خواه كملائكي مرقى بيتو ترمنيش والله ميبا مبرم طواو بمرم يعني ومن دوشتم تيابا جي لاون يكميان قرآنك إخوايا كتيايا هداية نوري تيايا فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به يعني قرآن إخوة ورقرن ودسي فيه وبقرن. بله. فائدة إثرائية. بله فائدة كده من كار. ويتفرع عن هذا الأصل إثبات ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة الصحيحة ونفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة الصحيحة والسكوت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سورة إسراء آياتي سيوشاش طبعا لم أصلك باس مان كرد كإما أصلي سيام يعني أو ما باس كرد كإما قرآن والسنة أصلا ودسي فيه وأقرين أو هداية النور لويايا الله إثبات ما أثبته الله ورسوله في الكتاب والسنة الصحيحة أبي أويك أخوة في غمري أخوة إثبات يعني كردوا يمش أو إثبات كين ونفي أو بكين كأخوة في غمركي نفي عن كردوا وبيدن من لو شتي كأخوة في غمري أخوة اللي بيدن بون قال تعالى فرمي: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا شتيك قسمك كشار زايد لسريني شكا بالراسي قويت بينينت بيسند بينينت بلط أمانها مي يعني لي برسينوي لسرة بالراسي بالرزان هني مسائل هي كخوف يغمري خوا قسيانتي أكرد بيكا كقسيانتي أنا أكرد ميكا بيدن بوتا باو. بله فائدة كتير. فائدة إثرائية. ويتفرع عن هذا الأصل كذلك دفع التعارض بين هذه النصوص وما قد يفهمه العقل منها مما يخالف الحق والصواب على عكس أهل البدع والضلال ممن يعطون العقل حجما أكبر من قدره بحيث يقدمونه على النصوص وهذا غلو مذموم فإن العقل مهما أوتي من المكانة فإن له حده الذي لا ينبغي أن يتجاوزه بحال ولا سيما في دائرة الغيبيات التي لم يشهدها ولم يدري عنها شيئا لأنها بعيدة عن دائرة المحسوسات التي يعمل فيها. شتي لم يعني لم أصلوا وكفرعي تدرس به أيش أولا دفع التعارض بين هذه النصوص وما قد يفهمه العقل منها مما يخالف الحق والصواب جاري وهي تعارض يدرس به اللنيواني أم نصانا ونصكاني قرآن والسنة صحيحة لقل عقله لقل أو تيجيشنيك عقل إنسان
يعني عقلي كسانك يعني جاري وهي تعارض دروس به كم عقلك مخالفي حقه ومخالفي الصواب إما أجر أم عقل أم هنا دروس بو شي فيها شخين لا بحالته بو نص فيها شخي ثانية النص الصحيح الشكل الجمالي ثاني بس عقل احتمال لبروي عكس طبعا ما يمكن عكس أهل بدعة أوان عقل زيادة لحد حيني في أذن لحجم خوي زيادة قورية كنوا حتى جاري ويا بيشي نصوص يخن وأما طبعا غلويك زمكراوة چونك عقل چنيك مكانتي هبه طبعا عقل مكانتي زور قورية بس چني مكانتي قورة به بس حد يكي هي بيويست لو حد زيادة تنبره چونك هني مسائل هي بالتأكيد عقل بيناها كموضوعي غيبياته إن جاء عقل تو چنجارك إما باسمان عقل لكسيك وبكسي كثير أقوره لو أنا سببتك لم شنا طرح بكين لبيني أمكم على خلق دانشتوين ليرة أو بابتا يعني كطرحكين بخينا مجالي هنا ومجالي مناقشة سيرك هل يكي بشيويك أروانية أو بابتا هل يكي بشيويك لأروانية شونك عقلي من لقل عقلي تو لقل عقلي أو لقل عقلي وجاوازة لبروا عقل ناكرت بكريتا مقياس بلان بالتأكيد ضلنيابي بن إيمة قد عقلي صريح عقلك شهوات تأثيري تينا كردبية شبهات تأثيري تينا كردبية ضلنيابة مخالفي قرآن والسنة ناك مخالفي نقلي صحيح ناك مستحيلة بله. فائدة إثرائية أخرى والقاعدة عند أهل السنة أنه يستحيل أن يقع تعارض بين نص صحيح وعقل صحيح فإن الذي خلق هذا العقل وهو اللطيف الخبير هو نفسه الذي أنزل هذا الوحي الشريف على قلب نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجد ما يوهم هذا التعارض فإما أن يكون من جهة النص بأن يكون غير صحيح وإما أن يكون من جهة العقل بأن يكون فاسدا غير صحيح قد تلوث بالهوى وسار في طرق الباطل والضلال عياذا بالله. بله أما أبوك يسعى زمان كردن متمن مستحيلة لبيني نصك صحيح لبيني عقلك صحيحة خلافها به يعني تعارضها به دجايتها به چونك أو كسي عقلك يدرس كردن هر خواه أو كسي أو برنامج بو يمنا هر الله هر خواه يعني ناكرت أي أقل لشينك أو تعارض بو حالتك الرويدة تعارضك أبين ذا شبكي أو يا نصكا صحيحني يا عقلك صحيحني أقل بما ندرك نصك الصحيح لستعصد أو كاتا أبي اتهامي عقلك بكين عقلك صحيحني أو عقليك هوا وارزو تأثيري تكرده كالشبهات وقمان تأثيري تكرده بله. رابعا فهم أصل كان أهل السنة وجماعة فهم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على فهم الصحابة رضي الله عنهم على ضد أهل البدع والضلال الذين تعددت مواقفهم من هذا الفهم ومن أصحابه فترى بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة مثلا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وبالتالي لا يلتفتون إلى فهمهم للنصوص الشرعية. بله إما بنما يكتل بنما كان أهل السنة وجماعة إما أرين قرآن والسنة بفهم الصحابة بوشواء يعني أرواين نشتكان يعني قرآن والسنة بتيجيشني الصحابة بيجي طبعا ما مخالفي أهل بدع وضلالة كأوان مواقفه الويسيان جورا وجورا لمباروا هندي كان أصلا صحابة تكفيرا كان سخوارج الشيعة هن يعني جاري وهي هني صحابة تكفيرا كان يعني طعنا دل هندي كان ولا يعني طعنا دل أبو بكر وعمر أما الشيعة وخوارجش عثمان وعلي تكفيرا كان كهبو أما كشيكي زور قورية بويا بتأكيد ناتوانن أوان لا قرآن والسنة بفهمي صحابة ليك بدنا بويا بفهمي خوان ليك إذا نوجا فهمي خوشان إثر أنواع وأشكال كشيتيايا أي بلقي إما تشيك إما قرآن والسنة بفهمي صحابة ليتياكين بلقي كان من أمانيك عرسان يكين يس. ومما يدل على هذا الأصل عدد من الأدلة منها أولا قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
سورة النساء آياتي 115 هر کەسێ مشاققەی پێغەمبەر بکات صلى الله عليه وسلم دوای ئەوەی کە حەقی بۆ ڕوون بوویەوە ڕێگای هیدایەتی بۆ ڕوون بوویەوە و شوێنی ڕێبازێکی تر بکەوێ غەیری ڕێبازی ئیمانداران طبعا ئیمانداران لەو کاتەمایەتە دابەزی سەحابەکانە نوەلیهی ما تەوەلە یعنی ئەوە ئیتر لەسەر ئەو ڕێگایی کە خۆی گردێتێ بەر دژی ڕێبازی پێغەمبەر و سەحابە ئێمەش زیاتر پاڵی پێوانین با بڕۆ ونصله جهنم تا سەری لە جەهەنەمەوە دەرەچێ وساءت مصيره وخرابترين سرانجام ومصيرش جهنم اخوان حرامامده بله. وقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورة بقرة آيات 160 فإن آمنوا أجر أوان إيمانيا هنا بمثل ما آمنتم به بمثل أوي وكو أوي كيو إيمانتان بينا والصحابة طبعا أجر إيوه إيمانتان أوان يعني كافر كان منافق كان إيمانيا هنا بوي كوكو إيوه إيمانتان بينا فقد اهتدوا أول رجال راسي ينقل طبعا كاك حاجة زور قرنقة أي مفهوم المخالفة كي أجر إيمانيا هنا بس وكو إيمانك إيوه نبو إن تولوا فقد ضلوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا أي أجر تولى ينكر لو الربازة فإنما هم في شقاق أو بالتأكيد رجاءك خراب ينكر تبر فسيكفيكهم الله خوا بس يعني خوان بس وهو السميع العليم خوي تعالى بيقومان بيسروا زانايا طبعا خوش يسكن مالي إمام عثمان كاتي شهيد كرا أو رجب الرجوب الله كاتي قرآن يخنا جيشتو أم يعني قرآن قال سر أم لا بريبو سر سورتي بقربو الله خوێنی کەدایان لە ئیمامی عوسمان بەسەر قورآنەکەەوە خوێنەکە لای لەو ئاەتە فسيكفيكهم الله. ماله. جيم وقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأجر فيان بوتري طبعا بمنافقة كان آمنوا كما آمن الناس إيمان بين الوكو أو خلق صحابة لو كاته قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء إيمان بين الوكو أو أنا أو جيلانا وفنا مامده ألا إنهم هم السفهاء براسي وان خوان جيلا ولكن لا يعلمون بلان بخوان نازانا بله. دال قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديثك عرباضي كري سارية أفرمي في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسيك لأيواء أقر خواه تماني بدا وزور بجي أو روجك ديتا سرع خلاف جاوازيكي زور أبينيه ئامان ئاگاتان لێبێ لەو ڕۆژە لەشتی تازە ئەنی بیرروبۆچوونی تازە عەقیدەی تازە کە خەڵ لەو کاتەدا دایەمەزرێنێت چونکە هەمووی گومڕاییە جا هەر کەسێک گەیشتە ئەو ڕۆژە با دەست بگرێتە سنەتی من و سنەتی خولەفای ڕاشدین المەهدیین ڕێپیشاندراوەکان عضوا عليها بالنواجذ قەپی پیا بکا بە کاکیلەکانتان. فائدة إثرائية بدعة إعادة فهم النص. بەڵێ مە فائدەیەک طبعا لەم بارەوە هاتووە فائدەیەکی گرنگە لەبارەی ئەم هینەوە کە مەقسەد ئەوەیە کە ئێمە ناڵێن قورئان و سونە بە فەهمی سەحابە یا بە فەهمی سەلەف بزان ئەوان ئەڵێن چی یعنی کۆمەڵێتر پیا بوونە بدعة إعادة فهم النص بدعی ئیعادەکردنی تێگەیشتنی نەس یعنی وەکو بڵێ دووبارە جارێکی تر بفهمي أم زمنا لنص قرآن تيبقين ولا نص حديث تيبقين بله. من الأفكار المخالفة لهذا الأصل أي فهم نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم فكرة خطيرة ظهرت في هذا العصر وهي ما تسمى بإعادة فهم النص وتعني هذه الفكرة عند أصحابها أننا في هذا الوقت لسنا بحاجة لفهم الصحابة رضي الله عنهم وأن هذا الفهم كان لوقت معين مضى وانقضى وأن علينا أن نفهم النصوص فهما آخر يتناسب مع الحياة المعاصرة حياة التقدم والحضارة
وأصحاب هذه الفكرة يطلق عليهم أسماء مختلفة مثل عصرانيون أو حداثيون أو ليبراليون أو التنوير أو أنواع وأشكال. بەڵێ مە فکرەیەکی زۆر خەتەرە طبعا تازە پیا بووە ئەم فکرەیە قەناعەتیان وایە ئەڵێ ئەبن نصوصەکانی قورئان و سونە بە فەهمی سەحابە لە یەک نەدەینەوە بەڵکو بە فەهمی ئەم زروفە چونکە ئەڵێ زروف گۆڕاوە و ئێمە ئەوان بۆ کاتی خۆیان لە قورئان و سونە تێگەیشتن چۆن بوون بەڵام ئێستا ئەمڕۆ ئێمە بە تێگەیشتنی خۆمان بۆ ئەم زروفە لەم زروفە بە تێگەیشتنی خۆمان تێگەین ئمڕۆ زمانی یعنی سەردەمی پێشکەوتنە سەردەمی شارستانیەتە زروفەکە زۆر گۆڕاوە طبعا ئەمانە کۆمەڵێکن کە ئەمە یەک کۆمەڵ نین ئەمە چەندین کۆمەڵن بەس یەک فکریانەیە ئەویش گۆڕینی تێگەیشتنی یعنی پێشینان بۆ قورئان و سونە ئەنی ئەو تێگەیشتنە بگۆڕی ئەمانش پیانەوترێ عەسرانیەکان یعنی سەردەمیەکان یان حەدافینیان پێوترێ ئەوە تازەگەریەکان یان پیانەوترێ لیبرالی يعني علماني وليبرالي وأمانة أفكار زورة يتر لمبارو هم يعني هدفيان هي بله. ولا ريب أن هذه الفكرة مخالفة لأصول أهل السنة في الاعتقاد من وجوه كثيرة. بيقوم أنا فكرة يعني مخالفي أصول أهل السنة وجماعة لا تشن روة لو أنا ألف أنها بدعة منكرة لم تكن معروفة عند أهل الإسلام في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمران بن حسين رضي الله عنه خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بيقول ما بدعيك منكرة لا خير القرون كسي قرنك كافي غمري خاص الله صلى الله عليه وسلم بودا أم فكريا أن ناسراو وكوتشن بلي كس حسابي بو أم جورا فكرنا كردوا پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه و سلم باشترین قرن ئەوانن کە لە پاش من دێن پاشان ئەوانەی لە دوای ئەوان پاشان ئەوانەی لە دوای ئەوان یعنی ئەوانە خەیر القرون کە شتێکی ئەمیان نەناسیوە یان وا بیریان نەکردوتەوە خۆ و نەبێ ئەوانش عەقڵیان نەبوو بێ ئەوان فکریان نەبوو بێ بالعکس يعني ئەوان يعني ئەتوانم بڵێم تێکەڵ بە حەزارەتی فارس و یۆنان و يعني ئەوان لە ئەو پەڕی شارستانێتی ئەو سەردەمەیە ژیاون لەگەڵ ئەوانە ژیاون بەڵام لەگەڵ ئەوەی کەس بیری لەمە نەکردوتەوە. بەڵێ أنها مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة من وجوب التقييد بفهم الصحابة رضي الله عنهم للنصوص الشرعية والحذر من كل ما يخالف هذا الفهم من بدع وضلالات منكرة. بله أمر طبعا بيقمان بيشواني بلغكاني قرآن والسنة كدوما ليك تقييد بكين بفهم الصحابة يعني خما بسينو بفهم الصحابة وبنصوص الشرعية كان وأقام الليبيا لهر فهمێکی تر و تێگەیشتنێکی تر کە مخالفی ئەم فەهمەیە کە ڕوو لە بیدعە و گومڕابووی منکەرەکات. بەڵێ جيم أنها تدخل في باب تحريف المعاني ذلك بأن إعادة قراءة النص تعني أن يفهم كل قارئ للنص ما يحلو له أن يفهم منه من معنى بلا ضابط يضبط هذا الفهم وبالتالي يكون للنص الواحد معان متعددة تناقض المعنى الصحيح للنص وهذا هو تحريف المعنى بعينه ذلك الذي وقعت فيه بنو إسرائيل كما قال تعالى في شأنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. طبعا كاتي ما بلين إعادة تيجيشتن ما بقولنا صكان طبعا ما سرك يشبه أويك هركسيك كقرآني خويندو يا حديثي خويندو بفهمي خوي ليت يبقى شوم خوي ليت يبقى بر الله خانه بيت هر کسی كيف خوي هر کسی بگوره عارضوکانی خوي بگوره او شبهه و گمانانه که بوی دروز بوه لا قرآن و سنت يبقى او كاتا ضابط نامينه يعني قاعدة نامينه اتواني هموش حلالكي اگر اسم من بعقلي خون بروانم بقرآن والسنة اتوانم كارساتي واو يعني قد كسني كردو بي كيش ضابط يك نامينه بو شريعتي خواه اتواني خود درباز كي لحموشتي لهمو حرامك خود درباز كي توبي حلالي كي بوخد بويا بالتأكيد اما كيوتبر اوي كبني اسرائيل توشيبون كغوريني كلمات اخوايا تحريفي اما اگر تحريفي نصكنا به تحريفي معنى كيتي خوي تعالى فرمي فبما نقضي ميثاقهم لعناهم ئەوانەیان توانی پاراست ئینەکە بەپارێزن
میثاقی خوا بپارێزن لعنەتمان لیان کرد و دڵیانمان ڕق کرد چونکە چیانە کرد یحرفون الكلمة عن مواضعه کەلیمەی خۆیان ئەگۆڕی لە شوێنی خۆی لایەنەدا ئەڵێ کاکە عەرەق حرام نییە خەمر حرام نییە بەس لە کاتی نوێژامەی خۆ حرام نییە ئەڵێ ئیتر شتیان زۆرە بەزمیان زۆرە یعنی ئەم جاوە نییە بڵێ ئەوان هەمویان یەک فکریان هەبێ کاکەوە من وازم لە فەهمی سەلەف هاتمە سەر فەهمی جەنابتان ئەو هەر نەفەرێکیان بۆ خۆی عالەمێکە و شریعەتێکە هەر نەفەرێکیان بەڵێ. دال أنها تفتح باب الشر والفساد حيث تصبح النصوص الشرعية ألعوبة بيد العابثين يفهمون منها ما يوافق أهواءهم وأمزجتهم، وبالتالي يضيع الحق والهدى الذي أراده الله عز وجل من وراء هذه النصوص، وهذا مناقض أشد المناقضة لحكمة الله العظيمة، وهذا مناقض أشد المناقضة لحكمة الله العظيمة في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى في شأن كتابه العزيز: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طبعا ما ئەم بۆچوونە یان ئەم فکرەیە کە پێیا بووە بەڕاستی دەرگای شەڕ و فەساد دەکاتەوە، بەڕاستی دەرگای خراپە و گەندەڵی ئەکاتەوە بە شێوەیە کە نەسەکانی نەسە شەرعیەکان ئەبێ بە یاری دەستی هەموو کەسێکە خۆی بە شتەزانێ ئەبێتە یاری دەستیان بە کەیفی خۆیان چۆن بیانێ ئاوا لێ تێگەن بەپێی ئارەزۆکانیان بەپێی شبهاتەکان کە لە ناو دڵیانە دروست بووە بۆیە حەق لەم بەینە ئەفەوتێ ئەو حەقی کە خوای تەعالا ئەوێ بیگەێنێ بەم نەسە قورئانیانە بەم کە لە ڕێگای پێغەمبەرەکەیەتی و سنەتی پێغەمبەرەکەیەتی یعنی ئەفەوتێ لەو بەینە. طبعا ئەمەش بەتەئکید مناقضی حکمەتی خوای تەعالا لە ناردنی قورئان، یعنی خوای تەعالا قورئانی بۆ ناردووە کە خەڵک لە ڕێگای خراپە هیدایەت دا بۆ ڕێگای چاکە لە ظلمات لە تاریکی دەریان کا بۆ ڕووناکی ئەمە لەکوێ ئابێگە هەر کەسێ بە کەیفی خۆی لە شتەکان تێبگە. خوای تەعالا فەرمێ يهدي به الله، يعني خوای تەعالا بەم قورئانە خەڵکی هیدایەتەدا بەکوێ يعني ئەوانەی کە شوێنێکەون من اتبع رضوانه هیدایەتیاندا بە سبل السلام، يعني بۆ ڕێگاکانی هێمنی و ئارامی و ئاشتی ويخرجهم من الظلمات بەکوێ إلى النور بإذن خۆی ويهديهم إلى صراط مستقيم. طبعا ما بوشي ونامێنێ أو كاته خواب نامامدا. آخر أصل لأصول كان أهل السنة وجماعة ليرة باسيكين. خامسا ومن أصول أهل السنة في إثبات مسائل العقيدة الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة إذا لم نجد بيانا لهذه النصوص لبعضها البعض، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. یەکێکی لە بنەماکانی ئەهلی سنە و جەماعە ئەوەیە کە هەر دقێک لە دقەکانی قورئان و سنە ئەگەر ئێمە لی تێنەگەیشتی، ئەگەر تەفسیری قورئان بۆ قورئان نەبوو یان تەفسیری حەدیث بۆ قورئان نەبوو، يعني حەدیث قورئان ئەو ئاەتە ڕوون کاتەوە یان حەدیثی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ڕوونی کاتەوە، ئەوە لەو کاتە ئێمە گەڕێنەوە بۆ لوغەی عەرەب. بۆچی گەڕێنەوە بۆ لوغەی عەرەب؟ لەبەرەوەی قورئان خوای تەعالا بە زمانی عەرەب دایبەزاندووە، وەکو فەرمێ و ئێمە ئەم قورئانەمان دابەزاندووە بە زمانێکی عەرەبی ڕەوان تاوەکو ئەوان لی تێبگەن و بیری لێ بکەنەوە. هەروەها فەرمێ و ئێمە ئەم قورئانەشمان بە زمانێکی عەرەبی ڕەوان دابەزاندووە بۆ ئەوەی لی تێبگەن و تێیدا چەندەها جۆر هەڕەشەمان بە تێر و تەسەلی باس کردووە بەڵکو تەقواکاری خوای پەروەردگار بکەن و خۆیان لە نافەرمانەکانی بپارێزن، یان ئەم قورئانە ببێتە بیرخەرەوەیەک بۆیان و بەهۆیەوە پند و عیبرەتی لێ وەربگرن.
وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.